في عالم لا يرحم الضعفاء. ما تتنافس مع الناس، تتنافس مع حالك، اني منيحة، اني قوية، اني بقدر، اني شاطرة، اني حلوة، اني ما احتاج رأي العالم. كل القوالب اللي زدت حالك حواليك، بين الناس، زدت حالك بين الاشخاص، زدت حالك لحالك على حالك. يحقق اللي بده اياه، ما يطلعش لورا على الماضي. فيش حدا بيضل فوق 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 فوق. احيانا احنا ما بندور على التوازن في الحياه، احنا بندور على الانضباط في الرياضه خصوصا. البنات اكثر ايموشنال، انا هيك حاسه، او بعيط وبضحك وبزعل. الشاب مش دائما بحس مسموح له بمجتمعنا. بتعرف شو اكثر شيء بيفضح الشاب؟ ايش؟ بس يطلع حاله بالمرايه. بيجي رائع، جميل. You like it؟ ميروبي. ميروبي مخلوف، الكوتش العظيمه. في عالم لا يرحم الضعفاء تبقى القوه هي طوق النجاه الوحيد. استوقفتني عباره للمهاتما غاندي، شو بتقول؟ القوه ليست في القدره الجسديه فقط، وانما بالقدره على الاراده الهائله التي لا تقهر. احكي لي اكثر عن هاي العباره، ايش بتعني لك؟ وكلمه القوه بالذات. يعني القوة هي إنه الواحد يضل مكمل، وإنه يكون طبيعي وهو مكمل. ما بشوف إنه الواحد لازم يتخيل القوة مثل ما هي عضلات أو صوت عالي أو حدا هيك زي ما بيحكوا جدع. بشوفها بس إنه يصحى ويكمل. يصحى ويكمل. طيب، يكمل. كثير منا خصوصا احنا الفئة الشابة بنعاني، يعني خصوصا بمراحل شبابية بعمر العشرين، بنكون عندنا ضعف القدرة على الانضباط والالتزام. هل هذا هو يعتبر معيار من معايير القوة اللي بتخليني أنا قادر إني أكون قوي؟ يعني بشوف إنه فكرة انضباط والتزام هي مش بس كلمة، هي تدريب العقل لازم يتدرب عليه في كل حدا. فهو مش بس انت بتولد وبتقوم وبتقول انه انا ملتزم، لا، هو ايش بدك تدرب حالك عليه. ومش اي حدا بيقدر يدرب حاله على هذا الشيء. وبفكر اذا حدا قدر يدرب حاله انه يلتزم وينضبط في شيء معين باسلوب حياة معين، هو هذا الشخص اللي نقدر نعتبره قوي. اذا ما قدر يعمل هذا الشيء ما بنقدر نعتبره قوي. بفكر انه هذا هو المقياس. طيب، كونك انت في هذا العالم وبأوسع أبوابه كمان، تمام، ايش بتعتبري أكتر اشي ممكن يخلي الواحد عن جد يحس انه بلش يلاحظ انه قوي؟ يعني ممكن انا اكون بتمرن في الجيم ومبين علي كتير قوي. هل القوة في الشكل تغلب القوة التي تأتي من الداخل؟ أكيد لا، لأنه القوة بتيجي من كل مرة بتوقع، وما في حدا بيكون قوي وبيضل قوي. لا، عشان يقوى بده يوقع، وعشان يقوى بده يتوجع، وعشان يقوى بده، سواء كان بالرياضة بده يخربش بالتمرين، بده يصيبه إصابة، بده يفهم، أو إن كان بالحياة بده يصير معه موقف بده يتكسر، وكل مرة بتكسر، وكل مرة بوقع، وكل مرة بزعل، وكل مرة بقوى. فما بتيجي هيك بالشكل، لا. وكل حدا قوي في حواليه ضوء، والناس تقدر تقرأ هذا الضوء. مين ممكن يحجب هذا الضوء؟ مين بيقدر بالمرتبة الأولى يحجب ضوء قوتك؟ ما حدا. ممكن بس الشخص نفسه، أظن. بس أنت ومرايتك. إذا أنت بتشوف حالك هيك، يعني إذا أنت بتطلع على المراية بتشوف حالك قوي وحلو وقمت من كل وقعة، هاي اللحظة اللي بتشوف حالك فيها قمت من كل وقعة، ما حدا بيقدر يطفي ضوءك. بالعكس، أنت بتضوي وبتضوي اللي حواليك. طب شو الدافع اللي بيخليك تكملي في مسيرتك كونك لك سنين في هذا المجال؟ عم نحكي عن رياضة. هلا أكمل بمسيرتي كحدا بلعب رياضة بتختلف عن أكمل بمسيرتي ككوتش، لأنه في فرق كتير كبير. أوكي، بحب أعرف. أكمل بمسيرتي كحدا بيدرب، هو اللي بيخليني أستمر هم زبايني اللي بشوفوا نتيجة، اللي بيعطوني طاقة أكمل، اللي بيقولوا لي شكرا، اللي بيعطوني هذا الجلو اللي أكمل. ولو ما بشوف هذا الشيء منهم أنا بتعب إني أكمل.
عم بشوف انه في كتير اقبال صراحه على حصصك، على الحصص الخاصه اللي عم تعطيها. ما تتخيلي قديش، يعني حتى بسمع من الناس عن قوه التمارين، قديش في ناس ما بتقدر تتحمل تمارينك. صح. تمام، حتى شباب ما بيقدروا يتحملوا يكملوا معك تمرين. احنا بنحكي عن ساعه مثلا، فما بالك لما تعطي، من وين لك هالقوه انك تيجي تعطي مثلا تمرين ل 20 30 شخص؟ اعطيني المصدر الداخلي تاعك. بعرف انه شوي راح يكون خاص بالنسبه لإلك، ولكن بحب اكثر اللي بدي اقوله انه من وين بتيجي القوه توقف قدام كل هاي الناس؟ انك توقف تتوتر اول مره. اوكي. اول مره وقفت فيها وتوترت يمكن كانت ببرزنتيشن بالمدرسه. تاني مره توترت فيها كانت بعرض فنون. ثالث مرة كانت قدام كاميرا شغلي بالتلفزيون، بلشت أحس إنه في نوع توتر ثالث. بعدين مع الوقت راح، صار هذا العادي تبعي، إنه أوقف قدام ناس، إني أحكي، إني أشجع، إني أعطي طاقة إيجابية. فالقوة بتيجي من الخبرة ومن التجارب ومن كل مرة تخطيت التوتر. وانك تعطي تمارين صعبه. بدي اقول لك شغله، انا بعطي تمارين صعبه صح، وحصصي مش سهله صحيح، بس ملاني حب وملاني دعم. انا لسه ما جربت وملاني دعم. يعني انا لما بحكي لحدا جو 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 ما بحكي له عشان اقتله، هو عارف. بتشجعيه اكثر، اكيد اكيد، وبطريقه ايجابيه. والحلو انه اخذني سنين لابني تيم كمان داعم لبعض. بتلاقيهم بحبوا يلعبوا مع بعض، بحبوا يشجعوا بعض، بحبوا يشوفوا بعض أحسن. حلو. وهذا الشيء بيخلينا نستمتع بصعوبة الحصة، ومش بطريقة إنه الكوتش هو الباص تبع الناس. لا، هو ما بتتعاملي مع المتدربين بهاي الطريقة. أو خليني أوضح نقطة صغيرة. إنه الكوتش الصح الشاطر لازم يتوفر فيه 3 أنواع كوتشز. إذا بتلاحظ في كوتش بيكون بوس، أنا المدير، أنا بفوت، أنا اللي بعطي، أنت اللي بتسمع. هاي منتاليتي كتير، منتاليتي موجودة. وفي منتاليتي تانية، منتاليتي التشير ليدر، اللي بفوت على الكلاس جو 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 جو، ما فيش إشي تاني غير جو جو، صراخ وجو. اوكي، وهذا بنسميه التشير ليدر بس المشجع. اوكي. وفي الكوتش اللي بنسميه المانجر، اللي بيقضي كل الحصه يعلم ويشرح ويعطي ويرتب الامور، وهاي بدي هون وهاي بدي هون وهذا قبل هذا. بس الكوتش الصح، وهذا الشيء اللي انا اشتغلت فيه على حالي، اني اجمع ال3، اني اكون بوس والناس بنفس الوقت بيحترموا ايش بتحكي، بنفس الوقت تكون التشير ليدر اللي بيشجع، وبنفس الوقت تكون المانجر وتقدر تمانج الحصه وتطلع ريزلت حلوه. عم بتحاولي انك تجمعي بين كل هاي الصفات الليدر بالحصه او بشكل عام حتى في حياتك الشخصيه. طيب، ما حسيتي ولا للحظه انه هاي ممكن تكون عبء؟ يعني ممكن الناس تتوقع منك اشياء اكثر، يعني بمراحل ضعفك، او بدناش نقول انهزام، في مراحل كل بني ادم بمرق في مرحله بزعل، بتضايق، بضعف، مش جاع باله يشوف ناس. هل هذا فرض عليكي وجود وصورة قدام الناس؟ اكيد. انك اسمع، هاي المهنه مش اي مهنه. اوكي. هاي المهنه مرتبطه بنفسيه الناس، والناس بتعلق شو حاسه بهذا الوقت في ايش الكوتش بعطيها طاقه. فمرات انا كمان بني ادم، ايامات يومي مش حلو، ايامات صاير معي شغلات بحياتي، بس دائما بدي البس الوجه تبع الشخص المبسوط السعيد الملان والقوي، اللي قادر يعطي بالضبط، اللي قادر يعطي كل وقت. وهذا تدريب صارم وبيعكس على حياتي كبني آدم. يعني أنا تعلمت من شغلي إني دايما ألبس الوجه السعيد قد ما أكون زعلانة، وهذا الشيء دربني أكون عن جد سعيدة. يعني دايما بقول لك fake it until you make it. وفعلا يعني مرات بحستي بتكون جزء لإلي
من علاجي لاني اكون حدا سعيد اكثر. يعني انت بتحكي قاعدة انه احنا ممكن نرغم حالنا انه نكون سعداء واقوياء عشان اصلا نتجاوز هذا الشيء. اكيد، وكل مره بتتجاوز كل مره بتكون انت اسعد. مرات انا في كتير مراحل من حياتي كنت كتير ضعيف، كتير انهزامي. ما كان في حدا يدفعني، ما كان في حدا يطلعني، ما كان في حدا يعطيني كلمة انه تحسسني انه انا الشخص اللي لازم اكون شو انا بدي. ولكن اكتشفت بعد مرور الزمن بعيدا عن التدريب والجيم انه انا بدي المخرج الوحيد انه انا ادفع نفسي خارج كل الدوائر المغلقة اللي انا كنت مسكر على حالي فيها. في ممكن دائرة معينة يعني تحكي لنا كيف الشخص ممكن يطلع من هاي الدائرة المغلقة حوالين حاله. في ناس بتطول كتير لتستوعب انه هي لازم تطلع تتدرب تعمل تحسن من حالها او حتى تبين انها قوية حتى لو زيف هذا الاشي. كيف انا بقدر اطلع من هاي الدائرة بشكل شخصي بدون ما انا اروح ادفع حدا او ادربه؟ بتخيل انه الواحد بيقدر يطلع حاله من دائرته ومن انغلاقه على حاله هو انه يخرط حاله بنشاطات برا هاي الدائرة وما يكون هدفه فعلا انه يطلع منها، لا يكون هدفه يعيش لحظته بالنشاط اللي بيخرط حاله فيه. يعني اذا شخص عم بمرق بوضع سيء نفسيا وبده يطلع من هاي الدائرة بس مش عارف كيف، ما بشوف الصح انه بدي اطلع لا. مثلا بسجل بالجيم، بطلع هايكينج مع مجموعة حلوة، وبحاول قد ما بقدر أعيش باللحظة اللي أنا موجود فيها، بالهلأ، أعيش الناو. لما بعيش بالهلأ أنا بعالج اللي قبل وبتحمس للي بعد، وهيك بطلع من حالي شوي شوي بلا ما أضل أفكر بالموضوع نفسه. حلو، هذا دليل كتير مهم صراحة بيخلي الشباب أكتر خصوصا الصبايا. لما إحنا بنيجي نحكي عن بنت معروف إنه نوعا ما مشاعر البنات شوي أرق وأضعف من إنه ممكن تكون مشاعر الشاب خلينا نقول هارش أكتر. كيف أنت بتحفزي الصبايا في مجالك؟ أنا ما بآمن إنه الصبايا عندهم مشاعر أكتر، بآمن إنهم بيبينوا مشاعرهم أكتر. أوكي. بس الشباب بحسوا كتير أكتر بس ما بيبينوا كتير أكتر. بيبينوا كتير أكتر. ما بيبينوا أكتر. أوف. لأنه مجتمعنا بيربينا إنه أنت جدع، أنت شاب، أنت بس أنت القوي، أنت لازم تكون رجل البيت. ومين قال لك إنه هذا الشاب ما بكبت؟ هذا أكتر واحد بكبت لأنه بده يحافظ على إيمج معينة. الشاب البنات اكثر ايموشنال، انا هيك حاسه او بعيط وبضحك وبزعل. الشاب مش دائما بحس مسموح له بمجتمعنا. كيف احنا مش دائما بنتقبل، او ممكن احنا ما بنتقبل الشاب لما يكون بصوره ضعيفه، يعني اصلا صورته وشخصيته كلها بتضيع من قدامنا وما بنطلع عليه، او ممكن ياثر على اصلا صحبته باللي حواليه. صح. وحتى وجوده في البيت. صح. يعني مثلا في البيت انا رجل البيت، في الجيم انا الجدع تبع الجيم، انه بحب افرجي الكل انه انا برفع اوزان بعمل. هل بتامني بهاي خلينا نقول الصورة اللي بيعتمدوها كتير شباب اليوم، انه هو مثلا بحب يكون ايش فارد حاله عضلات، وهل هي القوة الحقيقية ولا بتحبي تحكي لهم اشي تاني عكس هيك؟ بدي اقول لك شغلة، الناس بحسوا ما بنفع انت تبين حالك شيء والناس عن جد يصدقوه. يعني نحكي على القوة وشباب الجيم تحديدا، ابو عضلات اللي بيطلع حاله بالمراية ويعمل مغرور بحاله كل شوي فلكسينج. اوكي، لو انك عن جد حاسس حالك هيك كان ما بتضطر كل شوي تعمل فلكسينج. صح، يعني هي عقدة نقص اكيد قصدك؟ اكيد. بلس انه الواحد مرات بالرياضه طبيعي انه كل مره بده اكثر وما عمره يكون ساتيسفايد. اوكي، بس ما بصير الشاب يحب حاله وينغر بشكله. يمكن البنات شوي لحد معين، بس برضه البنات يعني بيطلعوا في المراية أكثر من الشباب. مزبوط، بس بتقول بنت وعارفة حالها حلوة. بس الشاب إذا عرف حاله إنه حلو ببطل حلو، مصيبة. بفقد حلاوته وبفقد جاذبيته. يعني أنت بتحكي قاعدة على أهم معيار من معايير القوة اللي هي أن تبدو قويا
وانه يطابق هذا الاشي اللي جواك، يعني بالظبط. مضمونك. لو انك عن جد قوي ما بتحتاج تبين هالقد. بتواجه كتير شباب مثلا بيكون كتير منظره مثلا من قدام حلو ومرتب وداير باله على حاله، لبسه، هيئته، حضوره، وحتى جسمه، بس مضمونه بيكون شوي فارغ او سطحي. حركاته، الاتيتيود، نظرته لحاله. بتعرف شو اكثر شيء بيفضح الشاب؟ ايش؟ بس يطلع حاله بالمرايه بالجيم. بيعرف حاله منيح. اوه ماي جاد. بتطلع كيف هو بتطلع على فيش حاله. مجال انه الواحد يكذب على حاله. باسم بنسرق. اذا انسرق بحاله اكس. طب ارحميهم شوي. اكس. فيش رحمه. لا فيش حاجه. لو عارف حالك قوي بصونش بحالي هالقد. ممكن لو عارفه تواجه حالي حدا حلوه بهالشي. بصحى من النوم بكون عارفه حالي حلوه، فيش داعي. صح. عن جد فيش داعي. بعمل البيسكس وظبط حالي وبطلع. وحتى في الجيم. وحتى بالجيم وحتى بالحياه. حلو. اذا الواحد بنهوس بحاله ببطل عن جد يحب حاله، بصير مهووس بحاله. واذا انهوس بحاله يعني الناس بتحس انك صرت سيلف كونشس، صرت بدك خايف يبين هذا غلط ويي هذا انسكيورتي بحد ذاتها. انسكيورتي، وهو يعتبر خلل الوقوع بفخ المثاليه. اكيد فيش حدا. هو فخ القوه المزيف. بصراحه كثير بعاني انا يعني في كثير ناس حوالينا بنحاول انه احنا ما نكون مزيفين. انا اكثر الناس اللي بحاول اكون على حقيقتي دائما، بكل شيء بعمله، بكل شيء بحكي، باي شيء في الحياه ممكن اعمله، حتى في النادي. يعني مثلا ترفعي اثقال، صح؟ عمرك حاولتي تحملي فوق طاقتك؟ اكيد. عمرك حاولتي انك تزيفي اشي قدام الناس انه انت مثلا تقدري تعملي هيك، انت مش قادره، بس فعليا انت عم تتحدي حالك قدام الناس عشان تبيني انك قادره تعملي هذا الشيء؟ ببداياتي ما كانت سهله انه تعطي الايمج انه انا كوتش وبقدر اعمل كل شيء. لا بس انت يعني ما شاء الله بتحسها تقدري ترفعي اثقال منيح. ترو. بس يعني ممكن تحملي اجرين، بس عادي بتعب. وصلت محل انه عادي، شو يعني مش قادر العب اليوم، فيش حدا بيضل فوق 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 فوق. اليوم انا طلعت مسل بس بكره عضلاتي صور مش قادره اطلع مسل. عادي. وعادي انك تحسس زباينك انك بني ادم طبيعي. يعني انا بحاول دايما اكسر حاجز انه الكوتش دايما البطل. عادي، ما انا مثلك وانا طول نهاري واقفه كمان، وهي اخر حصه الي بالنهار. اكيد فيش حدا اصلا بنزل من بطن امه بطل. بالضبط. البطل يبنى عادي ويصنع. اكون تعبانه، عادي اعبر اني مش تمام اليوم، وعادي اعبر اني كتير تمام اليوم وقادره اعمل الماكسيموم. بس بخصوص الكوتشز والشكل، بدي احكي لك شغله انا كبني ادم يعني كمان لازم اشتغل عليها، وكل كوتش بالحياه لازم يشتغل عليها. هو انه دائما احنا الكوتشز عندنا عقده انه احنا لازم نكون بيرفكت. بشوف هذا الشيء وفي موجود. انا يعني اطلع 3-4 جرام بيهبلوني هدول. بمشي دايت ستريكت ولا غلطه بالاكل. تحسبي على الارقام اكيد. والميزان بضل طالع قدامي، واحسب بالجرام والكاربز والبروتين، وبتبلش الحسابات والالارم يشتغل. انت بتتبعي هذا الاشي في حياتك الشخصيه؟ عقده والله، عقده. يعني بس بسافر وبخبص وبطلع بالوزن مثلا، فيش مجال. بتغشي شوي بس تسافري. اكيد بسكر تمي بس ارجع، لانه دائما الكوتش دائما هو السبوت لايت عليه بالجيم، ودائما لازم يكون جسمه بيرفكت. والناس بتحس حالها بتقدر تقيم جسم الكوتش. انه صح، ضعف، شكله مش شكله. دائما في تقييم. حلو. حبيت طلعي. هذا باب من 1000 باب، ولكن أنا بالنسبة لي أهم إشي القدرة على الانضباط. ومش التوازن. أحيانا إحنا ما بندور على التوازن في الحياة، إحنا بندور على الانضباط في الرياضة خصوصا. تمام. وأنا مريت فيها بتجربة شخصية. تمام. أحلى إشي كان في حياتي الانضباط على الأكل الصح، العادات الصح، حتى نوع الموسيقى اللي بسمعها الصح، سواء في الجيم أو برا الجيم. وصدقيني من أكتر الشغلات اللي أثرت على حياتي بشكل إيجابي الصالات الرياضية. قديش الواحد بتمرن بتغير كل روتين حياته. بس الإشي الوحيد اللي ما قدرت أعمله الأكل إني أتحكم بكم جرام وكم سعرة. وحتى لما صرت أحفظ وزني وجسمي وطولي كيف بدي أعمل حساباتي على التقدير. تمام. تنصح الناس إنها مثلا تروح الصح هو التقدير. لأنه إذا بتعمل أنت هوس اللي بيصير معي مثلا بتتعب. أنا شغلي جابرني. يعني شو
بس مش صح الواحد يعيش هيك. يعني أنا بقول لك أنا كبني آدم هذا الشيء بتعبني. ومين قال لك ما بفكر؟ ومين قال لك إنه نفسي إنه يكون السكر هو البروتين؟ اوكي. أكيد بخطر على بالي هالأفكار وبتعب كتير من الأكل. بس دايما في حافز كتير قوي برجعني هو النتيجة، شغلي وكيف الناس تطلع علي بتشوفني الرول موديل. بنفس الوقت بفكر إنه الصح البني آدم الطبيعي يكون أخف نتفة، يعني ما ينهوس بس يعرف شو الصح ويعرف قديش. بشكل عام الناس تتغلب بهذا الموضوع. أكيد. وفي حلو إنه يكون حدا في حياته يشجعه، سواء كان بيئة من أشخاص حواليه، أصحابه بالجيم يساعدوه، أو الكوتش أو الدايتيشن أو الناس المتخصصة بالمجال إنها تساعده يضل ملتزم. بس اللي بدي أحكيه هون إنه الكوتش ككوتش بتعب ليوصلوا في حافز كبير اللي يرجعه لشغله اللي بيجبره. شغل. بس البني آدم الطبيعي لازم يحط مرايته اللي بتجبره، صحته اللي بتجبره، نفسه، حركته في يومه. ممكن نسميها انه الواحد اذا كره شكله مثلا، هل هذا حافز؟ كره الشخص لنفسه، او خلناش نقول كره لانه شوي ثقيل المصطلح، كبير الكلمة، كتير كبير انه الواحد يكره حاله. ولكن لما يحس انه معيوب او ناقص، او انه انا نفسي اكون جسمي صحي ومش قادر. التخيل بفيد، بيساعد، صح؟ اوكي، دريم. الشخص يتخيل حاله، يحلم بس اعمل. بس يعني اعمل، بدناش حكي. يعني لكل حدا بده يصير أحسن بهالمجال. زدت حالك على مجموعة، ما تروح لحالك على الجيم. يعني اللي بحبه بالجروب كلاسز، أنا بعطي personal training one on one حدا وبعطي جروب كلاسز. الناس اللي من مرة ما عندها حافز وبتزهق شايف الموضوع غريب وصعب إني أفوته وبعيد كتير عني، زدت حالك ضمن مجموعة تتشجع أكتر. أكيد. الموت مع الجماعة رحمة معك. بالضبط. وفوت العب، فوت انبسط بالميوزك، حلو، فوت نطنط شوي ما بتلاقي حالك غير بلشت تعدل أكلك، تحكي مع الناس عن الموضوع، تطلع مع الناس، تنخرط أصلا في الوسط الرياضي. بالضبط. وبعدين إذا بدك شيء مركز أكتر، خد بيرسونال ترينر بيعمل ليدنج لإلك للطريق الصح. بس دائما حيط حالك بمجموعة، بناس، بحدا بيعطيك شعور حلو. حبيت. فخ القوة الواضح الذي لا يراه الناس في أغلب الأحيان، إيش ممكن يكون؟ يعني الضعف الموجود بكل بني آدم، كل واحد عنده الستراجل تاعته. يعني قد ما تكون الناس شايفة حياتك البيرفكت وشكله حلو وجسمه حلو، بيروح بيجي بيسافر، بيروح على الجيم، عنده كوميونتي حلوة حواليه، هذا لا يعني إنه ما فيه محل بده شغل، ما لا يعني إنه جواته ما في ضعف، ما في شيء هو بفكر فيه، ما في شيء كاسره. أكيد هذا الشيء موجود. بس يعني بحب إنه الناس تعرف أو تضل تذكر حالها إنه هذا الشيء موجود في أي حدا، فما تتمنى حياة حدا، لأنه كل حدا عنده هم وكل حدا عنده تقل على كتفه وعم بده يوصل محل. كتير ناس بتخيلوا حالهم أو بغاروا من ناس تانيين عشان عندهم أكيد. شكل أحلى، جسم أحلى. بتواجه كتير مواقف إشي زي هيك، إنه مثلا تيجي صبية أو شاب يجي بقول لك أنا والله بدي أعمل جسم زي مثلا حدا كتير مشهور أو حدا موجود شافه أكيد. في بس أنا يعني مستحيل يصنع نفس الإشي، يعني بالآخر جينات. إذا بنفكر هيك عمرنا ما بنوصل. الواحد يفكر في حاله وشو قدراته، شو أكيد. بنيته. وما تتنافس مع الناس، تتنافس مع حالك. يعني أنت اليوم أحلى من أنت امبارح، أنت اليوم أذكى من أنت امبارح، أنت اليوم أكثر إيجابي من امبارح، فما تدخل حالك بكومبيتيشن مع الناس. كيف بتساعد الرياضة في تعزيز الذات؟ أنا بعرف إنه الواحد لما يكون شكله أحلى، يعني بدي أقول لك شيء بصراحة، قد ما تكون شخصيتك بشعة، أول إشي الناس بتطلع عليك وأنت داخل على الغرفة شكلك، بعدين بيكتشفوا إنه شخصيتك مش حلوة، بعدين بيكتشفوا إنه لا، ما بدي أكون صحبة مع هذا الحدا. بس أول شيء بيعطي الفيرست إمبريشن هو شكلك، حركة جسمك، مشيتك، وقفة ظهرك، صوتك، وجهك،
اوكي، وهذا كله مع بعض بيعطي impression. الناس بتشوف عنك صورة معينة. هلا إذا كانت شخصيتك حلوة مش بس بتعطي impression، إذا كانت روحك وشخصيتك حلوة وشكلك حلو، أنت بتفوت بتعطي impression وبتعطي فيه نور، تضوي المحل اللي أنت فيه. فإذا في إشي لازم تشتغل فيه على حالك، هو الشكل أكيد، النفسية أكيد، وشخصيتك، علشان أنت لما تدخل to impress مش بس بشكلك، تضوي، تعطي كاريزما، بيقولوا الانطباع الأول يدوم. أكيد. أنا بالنسبة لي هيك، هاي قاعدة دائما بآمن فيها. صعب يتغير ودائما بتفكر فيه، مع إنه بتغير مع الوقت بس مش بسهولة. طيب إيش ممكن يكون دور الدعم العائلي والمجتمعي؟ كيف ينمي قدرة الواحد بالتحلي بهاي الصفات؟ شو دور المجتمع في هذا الموضوع؟ يعني في كتير حواجز عندنا أكيد، ولكن كيف نقدر نساعد المجتمع مش أسهل إشي ولا العائلة أسهل إشي. يعني ممكن يأثر. هلا في كتير ناس عائلاتهم داعمة، بس قديش إحنا شفافين مع عائلاتنا؟ صح. قديش أنت حقيقي مع أهلك؟ قديش بتفرجيهم إنه أنت الابن المنيح الناجح الشاطر، بس قديش في عندك ستراجل، قديش أنت حقيقي، أنت مش حقيقي. حتى قديش أنا منضبط مع عائلتي. مش حقيقي. صح. كل واحد عنده صورة بيفرجيها لعائلته ولمجتمعه. فبحس إنه عشان تحسن حالك شخصيا من جوا بدك تضيع بحالك، بدك تقعد مع حالك، بدك ترتاح بوجودك لحالك. شو ما كان الثمن؟ بدك ترتاح مع حالك يعني. وهذا الشيء أنا بحبه في حالي، إنه عادي أكون قاعدة في مطعم وباكل لحالي، بكون مبسوطة بوجودي مع حالي، مبسوطة بأفكاري، مبسوطة بالمكان اللي أنا فيه، مبسوطة مع أشيائي، تفاصيلي. وبتخيل إذا الواحد مبسوط مع حاله، من هون بتبلش الثقة، من هون ببلش إنه شخصيته تقوى، من هون ببلش إنه الناس بتشوفه قوي وببلش يشع. من هون لما أنا لحالي مبسوطة، لحالي متسلية. يعني احنا بنقول ارضاء الشخص لنفسه واشباع كل الاشياء اللي نفسه فيها، يعمل اللي بده اياه، يحقق اللي بده اياه، ما يطلعش لورا على الماضي، خرائب الماضي خلينا نسميها. كلنا في مرحلة ما كنا في أسوأ حالاتنا. أنا كتير بحترم هذا الكلام، وكتير يعني بقدر قديش أنت عندك وازع أنك أنت تقدر تعطي الناس. مش كل حدا بيقدر يعطي الناس، أنت عم تعطي مجموعات من 10 و20 و30 شخص، وهذا بصراحة إنجاز كتير كبير. في عنا هون خلط أحيانا، خصوصا في البيئة اللي حوالينا، الناس تخلط بين القوة الحقيقية والشكل الخارجي. تمام. مرات الجسم الضخم والصوت العالي بيعكس الثقة الزائدة بالشخص بنفسه، يعني انه هو صار قوي قدام الناس. تمام. بس التفكير بيكون سطحي جدا. يعني خلينا نقيسها على اي شيء غير الجيم. كيف انا بقدر اني اعكس هاي الصورة قدام الناس وما اخدعهم في منظري؟ يعني مثلا انا ببين حالي اني انا قوي جدا قدام عيلتي، تمام، ولكن أنا بنفس اللحظة من جواي مهزوم أو مش ناجح في إشي معين، بس أنا بحاجة إني أضل. أنا ما بشوف أفشل حدا في الحياة فاشل. يعني هل هو صحي أرغم حالي على أكتر حدا يعني عنده مشكلة في حياته إلا ناجح بشيء. فيش حدا يعني ما فيه إشي حلو. في صفات سلبية أكيد. وفي إيجابية أكيد. فبصفي الواحد عليه مسؤولية إنه ما يحتاج الفاليديشن من الناس اللي حواليه. يعني ما يحتاج إنه حدا يقول لي إني منيحة، إني قوية، إني بقدر، إني شاطرة، إني حلوة، إني ما أحتاج رأي العالم. لما أنا بشتغل على حالي لحالي ومكتفية في جوي، في البابل جوا حالي، هنا أنا بتخطى. كل مرة بتخطى ضغط نفسي. يعني كل مرة أفهم هذا سر نجاحك. أكيد. أنا إذا في عندي سر نجاح إني مبسوطة لحالي. حلو، حبيت. مبسوطة أسافر لحالي، مبسوطة أكل لحالي، مبسوطة أطلع مشوار لحالي. ومن هون ما بحتاج ناس. لما ما تحتاج ناس أنت بتقوى. أكيد حلو تكون مع ناس، بس بتبلش
تنبسط مع الناس لما تنبسط مع حالك. صح. يعني لما انت مبسوط بحالك بتقدر تنبسط بوجود اصدقائك حواليك وعيلتك حواليك ومجتمعك حواليك والناس حلوين. بس اذا انا مش مبسوطه مع حالي وكل مره بدي حدا حوالي يقول لي يضل يقول لي انت هيك وانت هيك وانت هيك عشان اكون منيحه، هنا لازم اوقف وابعد حالي واشتغل على حالي شوي عشان اكون لحالي. حبيت. حلو. شو أكتر موقف ممكن أثر عليك على مسيرتك مهنية أو الاجتماعية؟ إذا في موقف بضحك أو بزعل أو اكتر اشي بيقوي او اكتر اشي انا قواني اني اكون لحالي بالغربة. بالغربة. يس. برا البلد عايش لحالك، بيتك، اجارك، مصاريفك، روحانك، يعني أنت جيانك، قوية لما تكوني لحالك. شغلك. وبتخيل هاي الاكسبيرينس اللي قوتني اكون لحالي. الاعتماد على لانه لما النفس. تنكسر ايدك بين اهلك مش لما تنكسر ايدك في الغربة. ولحالك. لما تمرض لحالك مش لما تمرض بالغربة لحالك. لما الدنيا تكون برد وفيش محل تروحه وفيش حدا حواليك ثقتك بنفسك بتزيد. أكيد. فلما تكون أنت لحالك كتير وزنها بيختلف. وبرا البلد يا الله شو بيشبهني هذا الكلام. كتير بيختلف غير لما تكون حوالين أهلك. أنا أمرض وأمي وأبوي وإخوتي حوالي زي ما أمرض لحالي؟ لا طبعا. يعني كسرة الأظفار بتكون أتقل. صح. أكيد. بقول لك بتحسي بوجع أكتر. مرات الواحد كلمة بيستنى عشان يحس حاله منيح. أكيد. فما بالك إنك ما تلاقي هاي الكلمة. صح. وتصير عندك هاي القوة العظيمة إنه أنت تحلي كل أمورك من هون بتطلع، من هون المسؤولية بتطلع. هاي ثورة، هاي ريفوليوشن عالية. صح. من هون بتطلع. إذا أنا بقدر أقوم بحالي بكل شيء، يعني كل ما أكيد يعني كنت بمحلات إنه زهقانة لحالي. نعتبر إنه هاي نصيحة كتير مهمة نحكيها أكيد. للشباب. بس أسلي حالي، بدي أقوم، بدي ألاقي إشي أشغل حالي من هون. اشغل حالك، قوم، اطلع، قوم، اكسر كل القوالب اللي حواليك. زد حالك بين الناس، زد حالك بين الأشغال، زد حالك لحالك على حالك. اشتغل على حالك. زد حالك على حالك، اقعد مع حالك، اتعب مع حالك، ابكي، عيط، تشقلب، سوي اللي بدك اياه، المهم تطلع منها تكمل. بتذكر صاحبي أول ما أنا دخلت الجيم زمان كان يشجعني بطريقة كتير عنيفة. الشباب بشجعوا بعض بطريقة غير عن الصبايا أو صبية تشجع شاب. كان يتعامل معي بطريقة إنه طب شو زبطت معك؟ ما زبطت. طبعا دخلت الجيم 3 سنين وانضبطت حتى في كل حياتي. ورجعت دخلت الجامعة كمان مرة ورجعت عملت كتير شغلات أحسن. وصدقيني كل يوم عم بمر عم بكون أقوى، أركز، عم بكون أوعى، عم بكون هذا الشخص اللي صورته مقتنع تماما انه هو ممتاز قدام نفسه. يعني ما عم بتطلع بهذا الاشي. وهي نصيحتي برضو لكل شباب اليوم. وراح اعتبر انت الكلام اللي حكيتيه نصيحة كتير مهمة الي والك كمان ولكل حدا عم بسمعنا وعم بشاهدنا. حابب هلا اختم هذا البودكاست الكتير حلو. انبسطت كتير في هذا الحوار بصراحة غني جدا في المعلومات وبالنصائح والمواقف الحلوة. كتير انبسطت في هذا البودكاست. يعطيك ألف عافية. شكرا لك لوقتك. شكرا ميروبي. رائع. جميل. You like it? Yes.